جمال مبارك محبوب الجماهير بيسعى انه يتآمر على الرئيس السيسي ويخطف منه الحكم، لان الرئيس السيسي بدأ حياته السياسية بشعبية والناس كانت بترقص ليه، فبينهي دلوقتي حياته السياسية ان الناس بقت تكرهه في الشوارع وبتتكلم عليه خلف الجدران. فجمال مبارك محبوب الجماهير، هو الناس بتحبه علشان يكرم عشان خاطر ابوه، فاهمني؟ الناس بتحبه مش عشان خاطره، عشان خاطر ابيه. ان هو ما كانش بيضغط على الشعب المصري، وكان بيهتم ببناء الانسان اكتر ما بيهتم ببناء العواصم الادارية. فكان بيبني يعني بيرعى الناس الغلابه، بيرعى الناس الغلابه. لكن انت شايف السيسي دلوقتي الارامل بتبكي في الشوارع، والناس بتوصل بيهم الدرجه انهم بيلموا من الزباله وياكلوا، وحالات الطلاق كترت، والمواصلات بقت نار، واسعار اللحمه انا اعرف ناس ما بتدخلش اللحمه في بيوتها بقالها 5 6 شهور، فاهمني؟ وسنين كمان ما بتدخلش اللحمه في بيوتها. واعرف رجاله اطفالهم بتطلب منهم اشياء وهم بيكونوا محرجين امام اطفالهم، لان انت عارف ان قيمه الجنيه بقت الربع. يعني قيمه الجنيه بقت قلت الربع، فيا واخد قوتي يا ناوي على موتي، زي ما المثل الشعبي بيقول. فكل دي علامات من علامات نهاية المنتهى، نهاية الأيام. وعايز أقول لك إن الرئيس السيسي هو الفرعون الأخير في تاريخ مصر. يعني بمجرد إطفاء أنوار مصر، الرئيس السيسي هيطفئ أنواره ونجوم السماء هتطفي، لأنه مكتوب في كتاب النبي أشعياء من 2600 سنة نبوة عن مصر. هذه النبوة بتشرح أحداث مصر في آخر 7 سنين في الأرض. فبيقول لك إيه: وأغلق على المصريين في يد المولى القاسي، فيتسلط عليهم ملك عزيز يقول السيد الرب، وتنشف المياه من البحر ويجف النهر وييبس، وتنتنى الأنهار وتضعف وتجف سواقي مصر. كلام واضح ومفسر نفسه. بيقول لك أغلق على المصريين في يد مولى قاسي، يعني بيغلق عليهم بالخوف، فاهمني؟ الخوف، فرعون قاسي. وتنشف المياه من البحر، تنبأ عن سد النهضة من قبل ما يكون ب 2600 سنة. بيقول لك ايه: والرياض على النيل وعلى حافة النيل، وكل مزرعة على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون. يعني الزراعة بتتضرب، ويكون عمدتها مسحوقة، وكل عاملين بالأجرة مكتئبين النفس. كل العامل بالأجرة، النجار المسلح، الحداد المسلح، العاملين بالأجرة اللي بياخدوا 500 جنيه يوميتهم، بيرجعوا البيت بيصرفوها قبل ما يرجعوا البيت. يعني زي ما انت عارف في غلاء فاحش في الأسعار، فعشان كده هم مكتئبين النفس، فاهمني؟ فالنبوة دي بتتحقق دلوقتي، واللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. قارن كلمات النبوة دي وقارن الحالة اللي بتحصل في مصر، فاهمني؟ طب النبوة دي مكتوبة ليه اصلا؟ بص، في كتاب النبي اشعياء. النبي اشعياء ده نبي معترف بيه في الديانات الثلاثة. في الكتاب ده اتنبأ عن حالات بلاد الشرق الاوسط كلها في اخر 7 سنين في الارض. فبيقول لك ان في مصر هتحصل الكلام ده، هتحصل الاحداث دي. فده دليل قاطع ان احنا بنعيش في اوقات تاريخية في الايام الاخيرة. بص قال لك ايه: ومزج الرب في وسطها روح غي. يعني ايه؟ فاضل مصر في عملها كترنح السكران في قيئه. يعني الشعب المصري بقى ينزل من ضيق الاسعار وغلاء الاسعار، بقى يجي على بعضهم بعض، بيجوا على بعضهم بعض. كل واحد عايز يفتش التاني، فاهمني؟ كل واحد عايز ياخد اللي مع التاني. والقرايب ابتعدت عن بعض، العمام ابتعدت عن ولاد عمهم، والخلان ابتعدت عن ولاد خالهم، والست ابتعدت عن اخواتها، والراجل اللي ابتعد عن اخته، فاهمني؟ فحصل شبه تشتت اسري وانهيار اجتماعي عظيم، انهيار اجتماعي عظيم. ودي علامات نهاية العالم، دي علامات نهاية العالم، لأن الشرق الأوسط هيحصل فيه حرب كبرى عظيمة لم يحدث مثلها منذ إنشاء العالم. هذه الحرب هي حرب هرمجدون بجبهتها السبعة. يعني كل واحد هيمسك واحد. إسرائيل هتمسك إيران، مصر هتمسك أثيوبيا، كوريا الشمالية هتمسك كوريا الجنوبية، روسيا هتمسك أوروبا، أمريكا هتمسك الصين. جبهات هرمجدون السبعة، وهتشتعل هذه الحرب. وسيبك من الهدن اللي بتحصل وترامب اللي بيدعي للسلام وهو أصلا داعية حرب. فالكلام ده ما يخلش عليك، لأن قبل العاصفة بيجي هدوء، وقبل العطسة بيجي سكوت. فترامب اللي بيقول لك اصنع سلام في الارض، لا، هو مش هيصنع سلام في الارض، لان السلام والحرب ده قرار الله مش قراره هو، فاهمني؟ فاحنا داخلين على عصر الفوضى الاعظم. الحدود فيها تختلط في بعض، الشمس دي هتطفي، والقمر هيخفي الضوء، والنجوم هتسقط، وهيظهر الله بملكوته وبمجد عظيم زي ما ظهر ايام جبل سينا، وكل العيون هتشوفه، وهيلم كل المؤمنين بيه من كل الارض ويديهم الملك على كل الارض. الى هنا نهاية الامر.
احنا في الايام الاخيرة، ودي الرسالة اللي بعتنا الله عشان اقولها لشعب مصر: استعدوا استعدوا للقاء الهكم.